تصريحات نارية قبل مباراة منتخب البرتغال ومنتخب المغرب دوت اللي هنعرفه في فيديو النهارده. قبل ما اطول عليكم يلا بينا نبدا تفاصيل فيديو النهارده. مباراة منتخب المغرب ومنتخب البرتغال، صرح وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في مؤتمر صحفي قبل المباراة وقال ان مباراة المغرب ومنتخب البرتغال هتكون مباراة صعبة جدا واحنا جاهزين للمباراة، ولكن احنا داخلين المباراة وعارفين ان منتخب البرتغال هو المرشح الاقوى للحصول على بطولة كاس العالم. وكمان صرح وقال ان منتخب البرتغال من اقوى المنتخبات في كاس العالم السنة دي، وكمان ان منتخب البرتغال عنده افضل لاعب على مر التاريخ وهو كريستيانو رونالدو، وتصريحه دوت شبه دعم لكريستيانو رونالدو في الازمه اللي منتشره في الوقت الحالي وهجوم الصحافه على كريستيانو رونالدو. اما بقى عن تصريحات سانتوس مدرب منتخب البرتغال، صرح وقال ان احنا عانينا كثيرا في مباراه المغرب والبرتغال اللي حصلت سنة 2018 في كأس العالم رغم الفوز، ولكن عانينا أمام منتخب المغرب وواجهنا صعوبة قوية جدا ضد منتخب المغرب. وكمان صرح وقال إن منتخب المغرب أو إن أنت تلاعب أي منتخب أفريقي فيها صعوبة، وإن هما بيتمركزوا كويس في الملعب وبيقدروا يسيطروا على مجريات المباراه، وان انت تفوز عليهم هو امر صعب. وكمان صرح المدرب سانتوس مدرب منتخب البرتغال، صرح وقال ان منتخب المغرب منتخب قوي جدا ومباراته هتكون قويه، وكمان ان انا درست نقاط القوه ونقاط الضعف في المنتخب المغربي، هنعمل على حل النقاط القوة والضعف وهنواجه منتخب المغرب في مباراة قوية. وكمان صرح المدرب سانتوس وقال ان كريستيانو رونالدو جلوسه على الدكة اثار غضب كريستيانو رونالدو، ولكن بعد ما شرحت له وجهة نظري والتكتيكات اللي انا عايز العب بيها اقتنع كريستيانو رونالدو، وقال ان اهم حاجة عندي في الوقت دوت هو منتخب بلادي وهو منتخب البرتغال. وكمان لاعبين من منتخب البرتغال طلعوا وقدموا الدعم لكريستيانو رونالدو، منهم برونو فرنانديز واللاعب جواو فيليكس لاعب نادي اتلتيكو مدريد. طلع برونو فرنانديز في تصريحات وقال ان كريستيانو رونالدو لاعب كبير ويبذل كامل طاقته من اجل منتخب البرتغال ويسعى جاهدا للحصول على كاس العالم. وكمان برونو فرنانديز قال كلام كده كلام فعلا عنده حق فيه، قال انا لو جلست على دكة البدلاء هكون غضبان، ولو جلست في دكة البدلاء في مباراة المغرب هكون حزين جدا، والناس مش هتتكلم عني، ولكن جلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء هيثير الجدل وهيخلي ناس كتير تتكلم عن الموضوع دوت. وفي المباراه اللي بيشارك فيها كريستيانو رونالدو الناس كتير بتهاجمه لو البرتغال ما كسبتش، لكن لو البرتغال كسبت في المباراه ما بيتكلموش على فضل كريستيانو رونالدو وبينسوا فضله وبينسوا الاداء اللي بيقدمه لمنتخب بلاده. لتصريح جواو فيليكس لاعب نادي اتلتيكو مدريد ولاعب منتخب البرتغال، صرح تصريح كده داعما بيه كريستيانو رونالدو. اتكلم في صحفي بيتكلم مع جواو فيليكس وبيقول له هل انت شايف ان عدم مشاركه كريستيانو رونالدو بتخليك تأدي اداء افضل؟ رد على الصحفي رد دبلوماسي وقال له نحن نعمل جاهدا من اجل المنتخب ولا نسعى للتطرق الى هذه الامور. يعني ايه بمعنى اصح ما توقعناش في بعضينا، احنا ناس جايين نكسب كاس العالم ونفسنا ان احنا نكسب كاس العالم، فبلاش توقعوا ما بيننا وتدخلوا بقى ايه الامور في بعضها. احنا اهم حاجه واللي بنفكر فيه في الوقت الحالي هو ان احنا نحصد كاس العالم، ومباراه المغرب هتكون مباراه قويه. بالتوفيق لمنتخب المغرب بكره، انا نفسي يفوز منتخب المغرب ولكن المباراه هتكون صعبه. بالتوفيق لكلا المنتخبين غدا ان شاء الله. بس يا جماعه كده خلاص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو لو عجبك في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.